أنا اتجوزت من سنين. كنت فاكرة إني اخترت الراجل الصح. في الخطوبة كان شكله مثالي، بيهتم بيا، بيقولي كلام حلو. كنت حاسة إني ملكة وأنا معاه. لكن بعد الجواز كل ده اتغير. حسيت إني عايشة مع واحد تاني، عاوز يبقى هو المركز، هو اللي بتشكر، هو اللي كل الناس تفضل تتكلم عنه. أنا مجرد ظل. كل يوم بسمع جمل تقطع في قلبي. انتي من غيري ولا حاجة، أنا اللي عملتك، أنا اللي شايلك. لو طبخت يقول الأكل عادي، لو لبست يقول ما عندكيش ذوق في اللبس، لو تعبت يقول بتدلعي، ولو زعلت يقلب الطاولة كلها عليا وكأني أنا الغلطانة. الغريب إن قدام الناس بيظهر بصورة تانية خالص، الزوج الحنين، الراجل المثالي اللي بيضحك وبيهزر وبيشكر مراته، والكل يقول يا بختك بيه. وأنا من جوايا بصرخ أعمل اللي هو عايزه، لكن مهما عملت عمره ما كان راضي. النرجسي عمره ما بيشبع، عايزك دايما تحت رجليه. تصدقي إنه الأهم، تصدقي إنه الأهم وتعيشي له مش لنفسك. ومع الأيام لقيت نفسي بضيع شخصيتي، اختفيت، مبقاش عندي ثقة بنفسي. بقيت أسأل نفسي هو أنا وحشة كده، ولا هو اللي مش عايز يشوف فيا حاجة كويسة؟ بس الحقيقة وقعت عليا زي الصعقة. هو عمره ما هيشوفني ولا هيقدرني، لأنه ببساطة ما بيحبش غير نفسه. أنا بدأت أستعيد نفسي تاني، مش عشان هو اتغير، بالعكس، النرجسي عمره ما بيتغير، لكن أنا اللي قررت أتغير. قررت أحب نفسي قبل ما استنى حبه، قررت أوقف تحكماته وجمله اللي بتكسرني. وعرفت إن العيشة مع نرجسي يا تكسر روحك يا تعلمك تكوني قوية، وأنا اخترت أكون قوية. قررت أبدأ من جديد، حتى لو البداية كانت لوحدي. ابتديت أفتكر أنا مين قبل ما هو حاول يلغيني. رجعت أعمل الحاجات اللي بحبها، ورجعت أضحك من قلبي، ورجعت أبقى أنا. الطريق ما كانش سهل، كل يوم كنت بحارب جوايا صوته اللي بيشككني في نفسي. بس مع الوقت صوتي أنا بقى أعلى، وبقيت متأكدة إن قيمتي مش في كلامه ولا في وجوده، قيمتي في إيماني بنفسي. النهاردة لما ببص في المراية بشوف ست اتجرحت كتير بس لسه واقفة، ست اتألمت بس اتعلمت، واكتشفت إن أقوى حب في الدنيا هو إنك تحب نفسك. ومن هنا كانت البداية الحقيقية لحياتي.